السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض حرف الخاء. حرف الخاء. تعالوا يا صحابي نتعرف مع بعض على مواضع حرف الخاء في الكلمة. الخاء بيجي في اول الكلمة يا صحابي فاتح ايديه عشان هيستقبل حرف بعديه، في وسط الكلمة فاتح ايديه الاتنين، في اخر الكلمة ممكن يجي متصل او منفصل زي الاشكال دي يا اصحابي، في وسط الكلمة في اخر الكلمة. تعالوا يا أصحابي نتعرف مع بعض على مدلولات حرف الخاء مع الحركات القصيرة، الفتحة والكسرة والضمة والسكون. أول حركة يا أصحابي هنتعلمها مع بعض الفتحة، خاء فتحة خاء، خروف خص، خاء كسرة خي، خيار خزانة، خاء ضمة خو، خبز خرطوم، خاء سكون أخ زي كلمة نخل. تعالوا نتعلم مع بعض يا أصحابي إزاي نكتب كلمة خروف وخاء ضمة خبز. النهارده بقى إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض، قلنا زي ما اتعودنا مع بعض كلمتين بنختار حركتين، احنا عارفين الحركات بتاعتنا الفتحة والكسرة والضمة والسكون. هناخد أول حركة يا أصحابي اللي هي إيه؟ الفتحة، خاء فتحة. طبعا الخاء في أول الكلمة يا أصحابي قلنا إيه؟ فتحة إيديها عشان في حرف هيجي يمسك في إيديها. يلا بينا نتعلم مع بعض نكتب مع بعض كلمة خروف. خروف خروف خا خو رو مد بالايه؟ بالواو، برافو. واو خروف. خروف خروف نكتبها تاني يا اصحابي. خاء فاتحه ايديها عشان في حرف هيجي يمسك في ايدها يا اصحابي، حرف الراء من حروف العضاده، اللو والواو برضو من حروف العضاده، بعد كده حرف الفاء. خروف. تاني حركه يا اصحابي هنتعلمها هي الخاء ضمه. خاء ضمه خو، خو خاء ضمه خو زي كلمة خبز. تعالوا نتعلم مع بعض كلمة خبز. نكتب الخاء يا أصحابي على راسها الضمة والباء خب، خب. هنا الباء عليها إيه؟ سكون، بعد كده حرف إزاي خبز. تعالوا نكتبها تاني يا أصحابي مع بعض. خاء في أول الكلمة وعلى راسها الضمة، بعد كده الباء يا أصحابي، بعد كده حرف إزاي خبز، خبز. وبكده يا اصحابي كنا النهارده اتعلمنا مع بعض حركتين. اول كلمه اتعلمناها مع بعض هي كلمه خروف، خروف، وتاني كلمه يا اصحابي هي كلمه خبز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معكم ميس صباح، مع السلامه يا اصحابي.